تحية لمكونات التنسيقية المحلية للنضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بمصدر كبير اللي كتنظم اليوم هذا اللقاء تواصلي تضامني مع المناضل زكريا السحري، وكذلك ضد الوضعية اللي قال فيها القطاع ديال الصحة في المدينة ديال الشرق. التنسيقية المحلية والنظام من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بفرق كبير، تعتبر أن هذه الفاجعة هذه هي جريمة ضد الإنسانية، تستنكر بشدة وضع الخطر والمزري للخدمات الصحية بفرق كبير. كذلك تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الجريمة المرتكبة في حق المناضل الرافع زكريا السحري. رفاق الرافقات التنسيقية المحلية عملت بيان تضامني تنزل به الخدمات داخل المستشفى وكذا قطاع الصحة وكذا قطاع السكك الحديدية اللي تعرض لمجموعة ديال الاحتلالات. بالنسبة للإطارات اللي كانت حاضرة في الوقت اللي بعد حركة ديال 20 فبراير، إضافة إلى إطارات أخرى، وكان لقاء مع مدير المستشفى اللي طالبت به التقرير اللي تم التوصل به، اللي كان هو تقرير أولي إلى حين يكون تقرير نهائي يوم الجمعة. يعتبر الجمعية حنا في التنسيقية المحلية سنناضل من أجل الحقيقة، كذلك نطالب بمحاكمة المسؤولين عن الجريمة المرتكبة في حق المناضل الرافق زكريا السحري. كذلك على المبادرة، يعني الحقيقة تفاجئت من هذا البيان هذا اللي كنطالع على الفحوى ديالو. وانا بالمناسبة انا كنستغرب وكنستنكر هذا النداء هذا، وكندين هذا البيان يعني المسؤول. كنا كننتظروا انه لطالما على مستوى الوضع الصحي نقصان كبير، درنا واحد السلسله ديال الوقفات والمعارك النضاليه المختلفه والمراسلات المسؤولين، ودرنا واحد العارضه فيها 700 توقيع. بحال قال الاخ يعني التوفيق ملي كان شرف على هذه العمليه هذه، اننا درنا واحد العارضه كانت يعني نوعيه، يعني استهدفنا بعض القطاعات وما كانش درنا المراسلات النداءات المقابلات التشجيعيه ديالنا ولا حياه لمن تنادي. ورافق زكريا كذلك يعني في ذاك الموقع منتدى القصر الكبير ساهم في التغطيه ديال الوضع الصحي بمدينه القصر الكبير. حنا كنعرفوا بان الوضع الصحي على الصعيد الوطني هو وضع يعني كارثي، واحد الوضع اللي هو خطير جدا، ولكن الوضع الصحي بمدينه القصر الكبير يعني وكيفوق كل يعني ديك يعني كيفوق الخيال ديال الاهمال والفساد والزبونيه والشيء اللي كيعرفوه القاصي. بداية أنا ما غاديش نختلف كون الملف ديال زكريا هو ملف مفجر، الملف قاتل اللي هو الملف ديال الصحة والإهمال اللي كيتعرضوا له كافة المواطنين في هذه المدينة هذه، كافة المواطنين في ربوع المغرب الجنوبي. رافق زكريا ماشي وقع البطر ديال رجلو فقط، إنما وقع البطر ديالو الحياة الاجتماعية بصفة عامة خاصنا نتكلموا. رافق زكريا كان في الشمس، دابا ممكن يولي في الظل، وحنا اللي قاطعين اننا نخليو رافق زكريا يبقى ديما في الشمس ويبقى بحال شي شمعه تنير الطريق. انا بدايه كنبغي نقول بلي النهار اللي وقعت فيه الحادثه انا كنتمنى انه يتخلف كيوم وصمه عار جبين ديال هذا النظام طائفه البلاد هذه، وبدا يتخلف سنويا كيوم كنعبروا فيه على الاستنكار ديالنا للواقع اللي كنعيشوا. النقطه الثانيه وانني كندعو
اليوم ديال الغضب إذا ما شاركتش فيه في الإطارات اللي كاينة في المدينة، على الأقل تشارك فيه مركزيات الإطارات اللي كينتمي لها رفيق زكريا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحركة ديال 20 فبراير، رفاق النهج الديمقراطي، الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعتقلين. يكون واحد اليوم ديال الغضب هنايا في المدينة ديال القصر الكبير، كنعبروا من خلال المكنون أو المضمون ديال هذا الشيء اللي كنديروا حنا. ثالث حاجة هو أن الإدانة كل الإدانة البيان اللي خرج اليوم واللي ثانية عليه 5 ديال النقابات من هنا ديال المدينة اللي كانت غايبة هذه السنين، قدرت عاد اليوم تخرج بيان كتهضر فيه على الوضع الصحي، كدير فيه الشكل النضالي اللي كان شكل سلمي وحضاري قدام الباب ديال المستشفى. رابع حاجة اللي هي الإدماج الاجتماعي ديال رفيق زكريا. حنا بالنسبه لنا في الجمعيه الوطنيه لحمله شهاده المعتقلين اجلنا النقاش ديال التشغيل كجمعيه وطنيه لحمله شهاده المعتقلين، وشدينا الملف ديال رفيق زكريا ولا هو الملف الرئيسي بالنسبه لنا حنا. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هو الانجاح ديال المحطه ديال غدا اللي غادي تكون معكسه قدام السبيطار ديال لاله مريم. هذه النقطه اساسيه اللي خصنا الدور اللي خصنا نركزوا عليه. كنقول ان هذا الشيء ديال الصحه كما قال رفيق يوسف ماشي وقفه اولا جوج، وانما خصنا نسطروا من نطلع باش نباغيين حنايا في الصحه هذه. يعني ممكن نديروا جر ديال شنو ناقص في السبيطار ونوضعوه كنقاط اساسيه بالنسبه لنا خصها تتلبى. ما غاديش يتنازلوا على المعركه حتى تتلبى هذه القطاعات في هذاك المستشفى هذا. ثاني حاجه هو انا بالنسبه لي هذا البيان هو عمليه استباقيه للمشروع اللي نادت به الحركه ديال 20 فبراير، الا وهي اولا واحد اللائحه سوداء كتضم المفسدين والمفسدات في هذاك السبيطار، يعني كممرضين وكاطباء. النقطه الثانيه اللي هي المحاكمه او الدعاوى بشكل فردي ديال هذوك الناس اللي بلغوا لنا الشكاوي ديالهم بشكل فردي على كل ممرض وكل طبيب تحسب عليهم. هذه غادي نمشيو فيها حنا نقاش مع المحامين الشباب على اساس انهم يتبناو هذه الملفات وعندهم استعداد ديال انهم يتبناو هذه الملفات. مستشعر هذه اللحظه اللي حنا مجتمعين فيها، مستشعر هي واحد اللحظه حقيقه، واحد اللحظه فاجعه جدا اللي حنا كنستحضروا فيها. شخصية عظيمة تمتاز أخلاق عجيبة وأخلاق عالية وتفجعنا فيه. ماشي هو الأول ماشي هو الآخر، ولكن هذا النظام المغربي المؤسسات ديالو الأطر ديالو هادشي اللي حنا كنعيشوه لا يقدم لنا إلا فاجعة وراء الفاجعة. في ظرف هاد ما وصله واحد 20 يوم دفنا واحد المرأة نهار 10 بسبب إهمال ديال المؤسسات الصحية، ونهار 24/4 كنا مع حادثة ثانية اللي هي البصر ديال الأرجل ديال الصديق ديالنا ولا الأخ ديالنا زكريا السحلي. المناسبة هو أننا نتكلموا على نقطتين مركزيتين أساسيتين. النقطة الأولى هو الحالة ديالو والدعم ديالو، أننا كيفاش الأشكال اللي ممكن أن نتضامنوا معاه ندعموه. والنقطة الثانية هو على الوضع الصحي اللي كاين بالمدينة، اللي كان إحدى الأسباب الأساسية اللي جعلت أنه يتبخر الرجل ديالو. لو كانت الأمور مقادة ما كانش وصل هذا الحالة. الحالة الأولى أنا كأقترح أن زعما كهدية بسيطة أننا نقدموها لزكريا، وأننا نلح ونطالب باش تسمى واحد مساحة في القصر الكبير ولا شارع من شوارع القصر الكبير يتسمى بالسمية ديالو. زعما لا كاع هذا نلحوا عليه. شي حاجه اللي هي رمزيه، ماشي شي حاجه عاد تقدم له شي حاجه، ولكن شي حاجه اللي انها تذكرنا بزكريا السحلي، شي حاجه اللي تذكرنا بزكريا السحلي لانه هي. الامر الثاني هو اننا نطالب ونلح على ان يكون تشغيل زكريا السحلي تشغيلا فوريا. انا كنظن زعما المؤسسات اللي بيديها الشغل ان قبل ما نوصلوا عندها، قبل ما نمشيو عندها تقول لنا الامر قد قضي، ما تخليناش كاع نخرجوا معها. انا كنظن حنا لا كنا اطارات بالمدينه كنجمعوا ما قدرناش نقدموا واحد الهديه بسيطه، لان الاخ اللي هو الان ولا معاق كان بيناتنا صحيح سليم قوته عقليه قوته الصحيه، الان انه تبطل. الحاجه الثالثه هو ان انا مع الاقتراح ديال اسامه، وانه فعلا كان
زكريا في دور يعيش في الاخر، كنظن نسعى جاهدين لاننا نخليوه بشكل طبيعي، لاننا نحاولوا هذه الاعاقه ديالو اللي هي الان ربما واحد 10 ولا 20%، اننا على الاقل نهبطوها لواحد 2 ولا 0.5% من خلال اننا نديروا له الارجل ديال البلاستيك. هو يقل منا واحد الدعم مالي اللي ماشي كثير بالنسبه لساكنه المدينه، فوق 100,000. الاطارات ديالها بالمئات، الجمعيه ديالها ما عرفاش، بمعنى كانوا هذا النسيج الجمعوي والنسيج ديال هذا الافر ما قدرش انه يرجعوه في الحاله ديالو الطبيعيه، ولا انه على الاقل يرجعوا الحاله ديالو الشبه الطبيعيه. فاننا كنظن ان الشيء اللي تعرض عليه زكريا راه كلنا معرضون اليه. زكريا هو حاله من حالات متعدده، وكان تم جميع الاشكال اللي هي مشى فيها في المداخله الاولى والمداخله الثانيه. بالنسبه للوضع الصحي بالمدينه، كنظن ما عندناش شي حاجه مؤسسه صحيه، ما عندناش زعما باش نكونوا متفاهم. انا كنستغرب على زعما هاد النقابات كيخرجوا الزباين، زعما والله العظيم انا ما استغرب انهم خرجوا. ما عرفتش انا، كانت وقفه اللي كانت وقفه نهار 25 كانت وقفه سلميه بكل المقاييس. جلسنا مع مدير ديال المستشفى المدني بشكل حضاري، حوار حضاري، وكنظن مجموعه من الاخوه والاخوات كانوا معنا وسجلوا داك الشيء، داكشي كامل مسجل في الفيديوهات. ما كانش انا هاد النقابات هادو كانوا قبل يصدروا زعما ما يصدروا هاد البيان وما يديروا هاد الوقفه، قبل انهم يشوفوا هاد المعطيات ويقولوا سمعوا هاد المسؤوليه. هاد الوقفه داروها ناس مسؤولين، ماشي داروها ناس مسؤولين وكيتحملوا المسؤوليه ديالهم وكينتميوا للاطارات اللي معروفه في المدينه، ماشي داروها شي وحدين هلاميين ما معروفينش. كان قبل ما يقدموا لهاد الخطوه انه بعد يجمعوا المعطيات كامله على الوقفه اللي دار نهار 25، وانه اذا اقتضى الحال انهم يجلسوا معهم، وبالتالي اذا بان لهم ان فعلا هذيك الوقفه كانت عندها اهداف، كانت عندها مرامي، كانت تهديف ولا بد انهم يعطيو شي ميساج هذيك الساعه. اما يجيو هكذا انا تفاجئت ما وصلت الى نص ساعه ولا شي حاجه باش تنال ديك البيان. لهذا انا لا يسعني الا انني كنضم صوتي الاصوات اللي هي كتشجب. قلت غير بالقدر اللي كان المشهد ديال الرفيق زكريا مسكين، يعني المشهد اللي ربما أسال دموع كثيرة، لا من طرف الرفاق ديالو ولا من طرف العائلة ولا من طرف الزملاء ولا حتى من طرف الناس العاديين والبسطاء ديال هذه المدينة. قلت بالقدر ديال الحزن كان هناك عاوتاني قدر آخر من الفرح ومن الغبطة، واللي كان كيشكل هذا الفرح والغبطه هما الرفاق ديالو في الجمعيه الوطنيه لحمله شهاده المعطلين، وكذلك الاخوان في الحركه ديال 20 فبراير. فبصراحه المجهود اللي قاموا به والاعمال اللي مازالين كيقوموا بها لحد الان، مساله ديال جمع الدعم ومساله ديال التواجد ديالهم داخل المستشفى، فلا يسعني الا ان احيي بحراره الاخوان والرفاق ديالو في الجمعيه الوطنيه وكذلك في الحركه ديال 20 فبراير. هذه النقطه الاولى. المسألة الثانية هو أن الحادثة بحد ذاتها فكتجمعوا فيها بالنسبة لي أنا 3 ديال العوامل. العامل الأول هو العامل ديال البطالة والعطلة والتهميش. العامل الثاني هو سوء البنية اللي كتعطى المدينة ديال القصر الكبير، والعامل الثالث هو سوء التدبير اللي كاين في المستشفى المحلي ديال المدينة. فانطلاقا من هذه العوامل الثلاث يعني كنحدد المطالب ديالي او المداخله ديالي في المطالب. فالمطلب الاول هو ان نحاولوا نتضافروا الجهود باش ان الملف ديال زكريا انا يولي ملف ديالنا كاملين في المطلب ديال التشغيل. المساله الثانيه يعني ان نخوض واحد المعركه جسيمه ضد هذا ما عرفتش كيفاش نسميهم الساقط الوالدين ديال المحطه ديال القطار، لان الانسان بالنسبه لهم غير موجود، لان لا يعقل كيفاش ان التران ما يوقفش حتى 3 ديال الدقائق كامله، وفي الاخير كيروج واحد المجموعه ديال الاشاعات يقولوا بلي ان السيد كان ناعس، وحاليا كنت في القهوه سمعت شي وحدين كيقولوا بلي انه كان سكران وهو سكران. شكون اللي كيروج هذه الاشاعات هذه؟ خصنا نوقفوا عليها. فاللي كيروجها هما دوك الناس اللي تما وكذلك المخزن. هذه المساله هذه ما كايناش. الرفيق كان في الوعي التام ديالو ملي نزل كان القطار كيتحرك وبيدو لقى لنا هذا الكلام هذا البارح، وبالتالي هذه الاشاعات خصنا نوقفوا عليها وخصنا نرفضوها كاملين، وبناء عليها خصنا نخوضوا المعركه ضد هاد الناس اللي كاينين هنا في المحطه ديال القطار، وضد حتى ديك المحطه لانها ما عندهاش معايير ديال السلامه اللي كتضمن السلامه ديالنا كاملين. وانا غادي نصرف لكم واحد الحادثه بسيطه
لحسن الحظ انها ما وصلتش للمستوى ديال الحادثه، وان السيده من العائله ديالنا انا ملي جات تنزل في المحطه اللي كيبنيو دابا المحطه جديده، فملي فتحت الباب لحسن الحظ انها باقيه الله حطت وجه هذا الدران هنا. يعني لو ان كانت غير المساله ديال جزء من الثانيه كان بامكانها كتسيبات رجليها كانت داها الدران الاخر، لان كان الدران غادي يطرن ماجي. فلا يعقل ان ملي غادي يوقف القطار في المحطه يبقاو دوك البيبان مفتوحين ويهود الانسان باش ينزل في السكه ويدوز الدران اخر. هذه ما كايناش. يعني معركة أولى أن تكون ضد هذا، والمعركة الثانية هي اللي أكدوا عليها الإخوان ضد الوضع الصحي اللي كاين في المدينة. والإخوان ديال التنسيقية راه كانوا بداو المسألة ديال الملف ديال الوضع الصحي، وبالتالي أنا غادي كنطالب باش أن ما تكونش غير وقفة واحدة وما تكونش غير مسيرة واحدة، وإنما تكون سلسلة وقفات. إلا استطعنا أننا ننظموا وقفات يوميا ننظموا وقفات يوميا، إلا استطعنا أن ننظموا أكثر من وقفة ننظموا أكثر من وقفة في اليوم الواحد، وقفة في 12 ووقفة في 6، إلى حين ينزلوا عندنا المسؤولين هنايا لهذه المدينة ونتفاوضوا معاهم. أما هنايا اللي كاينين الأطباء ولا هذه أنا بغض النظر على يكون مثلا مفسد ولا هذه، كاين طبعا كنعرفوا بلي أن المفسدين راه ما كاين ما خطا حتى شي قطع، كاين الفساد هذا معروف، كاين الرشوة معروفة، ولكن راه كاين مسألة أخرى هي مسألة تقنية، راه كاين مسألة ديال السياسة الصحية. فلا يعقل المستشفى ما فيهش جراح، فهذه ما يمكنش نقولوا الطبيب الثاني ماشي جراح علاش ما عملتيش عملية جراحية، ما كاينش جراح. كان واحد شحال هذه ومشى بحاله، ملي كنتي كتقلب عليه ولا جيتي بقيت اللي ما كاينش وسير وصل للعرايش. وكاملين عانينا وعانوا الاسر ديالنا وكيعانيو المواطنين من هذه المساله. فكنطلب التعبئه اننا نحاول ما امكن ندعوا واحد البرنامج اللي نعبئوا فيه المواطنين كاملين ديال المدينه ديال الاقصى الكبير، وننزلوا ناخذوا واحد المجموعه ديال المعارك ضد هذا الوضع الصحي، وينزلوا عندنا المسؤولين اللي كاينين في الوزاره. حنا ما نتعارضوا لا مع عامل لان هذاك خصو يمشي بحاله، هذاك العامل غير ديال المدينه ديال العرايش ماشي العامل ديال اقليم العرايش، وما عنده ما يعمل لينا. ملي كنكونوا جالسين في القهوه كنسمعوا مثل هاد القصص، ملي جالسين معاك كل واحد كيعاود 4 قصص وقعت له في هذا المستشفى والمعاناه اللي كتلقاها في هذا المستشفى. ولكن السلبيه الاخوان هو اننا لا نحتاج، ما كنحتاجوش، ما خصناش نبقوا سلبيين. انسان تعرض لواحد المعاناه خصو يحتج عليه ويستنكرها وما يفرطش في حقه، والكلام اللي في المقاهي يتقال ما خصوش يبقى في المقاهي. راه كاين واحد المثل الشعبي كيقول هو في المضمون ديالو الحقيقه فلسفي ومعبر، الهضره ما كتشري خبز. وفي الحقيقه الانسان ملي كيتحرك كيحقق المكتسبات ديالو وخصو يموت من اجل الحق ديالو ويناضل من اجله. هذا السيد هذا مشى مسكين للرباط يناضل من اجل واحد الحق مشروع من اجل العمل، كيرجع كيتوقع له حادثه كيهبط وكيتحرم بالمسائل كانت ضروريه اللي كيفسروا الامور ديال الحياه ديالو. وبالتالي حنا كنستنكروا هذه الممارسه اللي وقعت لهذا السيد هذا. السيد تظلم هنا في هذا المستشفى ومشى للمستشفى ديال المدينه تعرض لمعاناة أخرى وصل للسويسي حتى الساعة الواحدة. كما قال الأستاذ لو كان جاء قبل بالساعات يمكن تكون الوضعية ديالو أفضل. ولهذا أنا كنقول باش تكون واحد المسيرة موفقة وتكون فيها واحد الجمع يعني مؤثر والحشود تكون جماهيرية، خاص التعبيرات تكون صحيحة، واللي نتكلموا معاه خصنا نتكلموا معاه على أنه هو يعبر، ماشي نحسوا على انه يجي هو يتحمل المسؤوليه، هو يعبر طلاقا من اقرب المقربين ديالو، يتكلم مع الاصدقاء ديالو اولا ومع العائله ديالو ثانيا ومع العائله ديالو ثالثا، وينتقل عاوتاني الى الامراض الى الفضاء الاخر. وبالنسبه لزكريا فتح عليه الرافع كذلك عاوتاني خصنا نعبروا عاوتاني الاصدقاء ديالو ونعبروا يعني العائله ديالو فهي